يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. بصوا النهارده بقى ما كانش عندي وقت خالص. يعني داخله المطبخ متاخر وعايزه حاجه كده في السريع. فكان عندي فراخ، قلت بقى اغسلها، قلت اقول لكم بقى ايه انا بغسل الفراخ ازاي. اول ما بجيب الفراخ بفضيها في طبق وبحط عليها ملح خشن وطحينه. خلاص، واعمل لها مساج كده واسيبها ايه نص ساعة. بعدين اخدها بقى تحت الحنفية كده، اشيل منها بقى الزوايد اللي انتوا عارفينها والحاجات دي كلها لغاية كده ما تزيق معاكي. وبعدين بحطها في مصفى وبعصر عليها ليمونة وبسيبها، يعني ايه برمي قشر الليمون فيها. خلاص. لو حبيت ان انا اشيلها في الفريزر بنشفها كويس بمناديل المطبخ واحطها في كيس واحطها في الفريزر. اكتشفت بقى ايه، ان الفراخ كل ما بتقعد في المية وبننقعها البكتيريا بتنمو فيها اكتر وبتطلع ريحة مش ظريفة، يعني ده اللي اكتشفته مؤخرا يعني. فقلت اقول لكم عليها، لان انا الاول كنت بعمل محلول نقع وانقعها في الملح وبحط منكهات والكلام ده كله، بس انا بالنسبه لي ما كانش كويس. فلقيت الطريقه دي احسن ومش بتخلي في ريحه ولا اي حاجه، غير طبعا بعد ما بخلص بقى الحوض والرخامه والبلانشه اللي قطعت عليها الفراخ والسكينه، كله بقى بيتعقم الاول وبعد كده بيتغسل بالصابونه وبعد كده آه بتاع دوت ممكن بتعقميه تاني وشغلانه، غير بقى غسل الايد يعني تخيلوا بقى غير غسل الايد بقى انتي كل شويه تغسلي ايدك وتنشفي يعني بصراحه لازم نهتم بموضوع الفراخ ده، ان انتي لما تلمسي الفراخ ما تلمسيش اي حاجه تانية يعني وتشوفي انتي لمستي ايه ولازم تنضفيه كويس جدا. الفراخ حاجه مش حلوه يعني. خلاص، يعني غير السمك غير اللحمة والحاجات دي، يعني مش بنبقى اوفر قوي كده فيها زي الفراخ بصراحة. خلاص، خلصنا بقى من موضوع غسل الفراخ والكلام ده كله. نيجي بقى للبهارات اللي هنعملها ونحطها على الفراخ. عندي فصوص من الثوم، قطعتها زي ما انتوا شفتوا كده بالطريقة دي. وبعدين عندي روز ميري وزعتر فريش حطيتهم عليها. طبعا الزعتر ورقه صغير فحطيته زي ما هو، لكن الروز ميري قطعته بالسكينة. وعندي البهارات بقى بابريكا وبصل باودر وملح وفلفل وسكر بني. خلاص، يبقى بهارات اللي هنحطها على الفراخ. عندي فصوص من الثوم، وعندي روزميري وزعتر فريش، وعندي من البهارات بابريكا وبصل باودر وملح وفلفل وسكر بني. وقلنا طبعا السكر بني نعمله ازاي، بيبقى سكر عادي وعليه عسل اسود. خلاص، وحطيه على البهارات. اول حاجه هتجيبي كده تحطي الفراخ في صينيه زي ما انا حطاها وتحطي عليها شويه من زيت الزيتون. تمام. ولو انتي مش عصر عليها ليمون الفراخ، يبقى اول حاجه تاخديلي بس شويه قبل ما تقطعي الليمونه، يعني بشر الليمون تخليه على جنب، انا محتاجاه في الفراخ برضو. تبشري كده الليمون وتخليه على جنب وبعدين تعصري نص الليمونه عليها. وبعدين يا ستي تجيبي البهارات بتاعتك اللي احنا عملناها، تحطي فوق الجلد وتحت الجلد كده كويس وفي كل مكان. تمام. خلاص، وسبتها كده على جنب. اوكي، بس انا عشان انا عصر عليها ليمون فما حطيتش عليها ليمون تاني دلوقتي. يبقى زيت زيتون ونص ليمونة على الفراخ كده من فوق ومن تحت. وبعدين بحط البهارات فوق الجلد وتحت الجلد وسبتها على جنب. مش ان انا يعني سايباها بقى تتبل والكلام ده، لا، دي بتتعمل بسرعة، بس انا قلت ايه عقبال ما اقطع البصل بتاعها والكلام ده كله يعني. خلاص، هنا حبيت ان انا انقع الرز ده، رز بسمتي. قلت بقى انقعه ايه يعني بتاع نص ساعة كده. المهم الموضوع بقى نسيته تقريبا، يعني اللي هو نسيته خالص، بس الحمد لله طلع كويس الحمد لله. عندك بقى بصلة كبيرة كده، كبيرة، ها، قطعيها كده جوانح. احنا محتاجين البصلة دي للفراخ. تمام. فدي بصلة كبيرة كده قطعتها جوانح. اوكي. هنا عندي الواك حطيت فيه زبدة
وشوية من الزيت. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي كده من ناحية الجلد، اديها لون حلو بقى. شايفين شايفين؟ يا عيني يا عيني على الجمال، احلى لون الواحد بيشوفه بصراحة. يعني كده وانتي بتشوحي الفراخ وانتي بتشوحي اللحمة اللون ده خطير. انا منزلتش بكمية الفراخ كلها مرة واحدة عشان ما تجيبش ميتها يعني. بس شلت الفراخ، بنزل بقى بالبصل مكان الفراخ. اديله تقليبة 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 بقى كده، هياخد بقى من البهاريز كلها بقى والخير كله اللي كان في الواق يعني اللي نزل من الفراخ. طبعا احلى طعم احلى طعم. ولا زودت زبدة تاني ولا اي حاجة، خلاص. انتي لو احتاجتي حتة زبدة حطي. الريحة تحفة تحفة. هنا عندي معلقة كبيرة كده من التوم، او فصين كبار من التوم مفرومين، نزلت بيهم على البصل بعد ما اداني اللون المكرمل الحلو ده. بس شميت ريحة التوم طلعت خلاص، نزلت بمكعب المرقة. اوكي، تحفة الريحة تحفة. بس عندي مية سخنة بقى انزل بيها كده، مش كتير يعني، مش عايزة مية كتير. ايوه. عندي بقى بشر الليمون اللي قلتلكوا عليه قبل ما تعصري الليمونة. خدي البشر بتاعها الاول. تمام كده. الله 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 على الريحة، شمين شمين الدخان طالع اهو، شمين ولا لأ؟ البصل المكرمل مع الثوم والزبدة وبشر الليمون، حاجة كده خرافة. هنا المقطع بيتعاد تاني، مش فاهمة ليه بس ماشي. يلا، في الإعادة إفادة يا جماعة. شوفوا تاني، اللي ما شافوش في الأول يشوفوا تاني. هنحط بقى هنا ملح وفلفل. انا بس كنت سايباكم تركزوا مع الحته دي كده بدون صوت. بحط عليها ملح وفلفل، طبعا احنا حاطين ملح وفلفل مع البهارات، بس انا بتحطي على قد الصوص اللي انت عملتيه يعني، ملح وفلفل بس خلاص. وتنزلي بقى بالبصل المكرمل التحفه ده على الايه، على الفراخ خلاص. ونكمل بقى سواها في الفرن، تطلع خطيره. طريقة فراخ سهلة وسريعة، ومش محتاجة ان انتي بقى تقعدي تتبليها وتسيبيها قبليها بيوم والكلام ده، والطعم بيطلع بجد تحفة تحفة. احنا ساعات بنبقى محتاجين الطرق دي في ان احنا بنكون مستعجلين، مش بنبقى عارفين هنعمل اكل ايه، وفجأة كده تقولي طب مش خليني نعمل فراخ. عايزة حاجة كده طريقة سهلة وسريعة وعلى طول في الفرن. هنا بقى حبيت ان انا اعمل الرز. حطيت معلقة سمنة وزيت، وحطيت ورق لورا وحبهان، اكسريه بايدك كده وحطيه مع السمنة عشان يطلع الريحة بتاعته. وعندي عيدان من القرفة. خلاص، اول ما اشم ريحة الحاجات دي طلعت، انزل بالرز. خلاص، اشوح بقى في الرز واحط الملح بتاعي واشوحه كويس جدا، اقعد اقلب فيه كده. خلاص، ومحضرة طبعا مية سخنة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الرز البسمتي كل نوع بيختلف عن التاني، وبيبقى مكتوب عليه قد ايه مية قد ايه رز يعني، صح؟
فهنا انا كنت نقعاه، فحطيت بتاع عقلة صباع بس مية، يعني مش كتير خلاص، وطلع مظبوط وحلو، لاني كمان نقعاه، فلو زودت المية اكتر من كده هيعجن. بالنسبة للرز البسمتي، انا يعني اول ما بحط المية مش بغطيه، ما تغطوهوش، سيبيه لغاية ما يظهر لك كده، شايفين الاخرام دي اللي باينة؟ اول ما تظهر الاخرام دي خلاص وطي وغطي. حلوة، وطي وغطي، وطي وغطي، تمام. يبقى احنا لاول ما نحط المية على الرز البسمتي ما تحطيش الغطا على طول، خلاص سيبيه كده مكشوف لغاية ما تظهر عندك الاخرام دي، هتبتدي ان انتي توطي على النار وتحطي بقى الغطا بتاعك وتسيبيه يستوي. انا حبيت هنا ان انا اعمل لهم الرز اللي هو الريمبو، الالوان بقى، يعني ايه، اشي كانت عازمه صاحباتها وكده، فقلت اعمل لهم حاجه تفرحهم. فبتحطي الالوان، عندي الوان طعام اللي هي البودره، عملت زي خطوط كده خلاص، وفاصل بينهم الرز الابيض عشان ما يبقاش ايه كله الوان، يعني عايزه رز ابيض يبقى باين فيه حبات بيضه يعني. فالمهم بعمل بالشوكه كده، بنزل بس اللون لتحت لكن ما بقلبش، يعني لما تحطي الالوان ما تقلبيش، بس بنزل بالشوكه كده لتحت بس كده، ووطيت عليه وغطيته زي ما انتوا شفتوا، هسيبه. عندي هنا الوصفه بقى التالتة معانا النهارده، حطيت زبده كميه حلوه كده، واحط الثوم، تمام. هنعمل وصفه حلوه حلوه جدا وخفيفه وتحفه. بس هاتي بقى قوالب الكب كيك بتاعتك، وادهني من الزبده اللي احنا عملناها بالثوم، ادهني كويس قوي، ادهني القوالب كويس جدا، تمام، بالزبده والثوم. خلاص، بقيت الزبده والثوم بقى اللي محطوطين دول هنحط عليهم كريمه وملح وفلفل، تمام. وانا عشان يعني ما تبقاش يعني كلها كريمه، تبقى تقيله الوصفه، فانا حبيت ان انا احط عليها شويه من اللبن، يعني اخففها شويه. خلاص، عندي هنا البطاطس قطعتها كده شيبس، وحطيت عليها ملح وفلفل، وحطيت كمان زعتر، اهو الزعتر. بس هقلبهم بقى كلهم مع بعض. انتي حابه تغيري التوابل غيري، يعني مثلا ممكن تحطي بصل باودر، طبعا التوم مش هينفع لان ايه، متهيألي كده التوم كتير، لان انتي دهنه القوالب بالثوم والزبده وعامله كريمه فيها برضو الزبده والثوم، فممكن تحطي بصل باودر، ممكن تحطي بابريكا، ممكن تحطي اوريجانو، بهارات ايطاليه، يعني اللي بتحبيه ومتوفر عندك حطيه. بوزعهم كده على القوالب، يعني كل مجموعه كده من الشيبس بحطهم، خلاص مش بملى الكاب كله. عندي الكريمه بقى، هسقي بقى ايه كلهم كده، احط لهم كريمه كريمه كريمه، تمام. وبعدين هجيب شويه من الجبنه الموتزاريلا احطها عليها. الحمد لله، بالظبط البطاطس يعني اللي قشرتها وقطعتها دي جت على قد القوالب بالظبط، حتى الكريمه يعني بالظبط، مفيش حاجه اتبقت، حتى لو في حاجه اتبقت هخلص دول واطلعهم واحط تاني، مفيش مشكله طبعا، ما هرميهم ولا ايه. بس بعد ما حطيت الموتزاريلا بحط طبقه تانية من البطاطس، يعني بتبقى مجموعه كده، تحطي مجموعه شيبس كده فوق بعض وتحطيهم كطبقه تانية، وبعدين هسقيهم برضو بالكريمه بتاعتنا اللي فيها توم وملح وفلفل وشويه من اللبن. خلاص، الفراخ بتاعتنا العظيمه دي طلعت ريحه خطيره، البصل المكرمل عامل شغل. خلاص كده، بصوا تحت، بصوا تحت كده معايا، بصوا تحت. انا بصراحه كنت هحط الصينيه كده من غير ما اغطيها بتاعه البطاطس، وبعدين قلت
لا طب ما السائل ده هينشف في الفرن ومش هعرف اطلع البطاطس من القوالب، فغطيتها بالفويل. ما تنسيش غطي البطاطس بالفويل. خلاص. هنا عندي ما شاء الله الرز اهو استوى. بحط بقى قطعة كده من الزبدة عليه. يعني لما تحطي زبدة كده بعد الرز ما يستوي صراحة بتودي الرز كده في حتة تانية، بيبقى طعمه خطير، يعني ريحة وطعم بصراحة. حسيت ان الرز بتاعي كده مفهوش لمعة، وانا يعني بحب الرز كده يكون بيلمع وحلو. معرفش قللت سوري الزيت باين في الاول، فعشان كده ما كنتش يعني مش حاسه ان في زيت كفايه، فحطيت شويه من الزيت كده عشان يديله لمعه. وفي الوقت ده بقى قلبت، يعني بعد ما الرز استوى قلبت بقى الالوان مع بعض كده، مش كله مش هيدخل في بعضه. اللي انت عاملاه احمر هيبقى احمر، الاخضر هيبقى اخضر. فاهمين قصدي؟ بس شايفين بقى الفراخ العظيمه بتاعتنا دي تحفه 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 وسريعه وما خدتش اي وقت، ولا تتبليها بقى قبليها بيوم ولا الكلام ده. تاخدي بقى من الصوص بتاعها كده وتديها لمعة بقى. كده عندي الرز خلاص. قلت اوريلكوا بقى شكل الفراخ كده من قريب. الرز بتاعنا خلص اهو. الالوان بقى التحفة، طعمه حلو جدا، والالوان مش بتأثر في طعمه، يعني هو بس مجرد لون. بس الولاد بيحبوا الحاجات دي يعني. تمام. انا البطاطس بتاعتي بتاخد ساعة الا ربع في الفرن. خلاص، يعني على درجة حرارة 200. فالمهم طبعا وانتي مغطياها تمام. طلعتها قبليها ب10 دقايق كده. عايزة احط جبنة موتزاريلا على الوش، بس المرة دي بقى ايه، هطفي الفرن واولع الشواية بس. خلاص، يعني قبليها ب10 دقايق كده طلعيها، حطي شوية من الموتزاريلا وولعي الشواية بس. بتبصوا بتطلع بكل سهولة عشان انا دهناها كويس. اوكي، شايفين العظمة؟ يا سيدي يا سيدي. بس شوية بقى بقدونس، شوية من الكزبرة الخضراء، شبت، يعني تحطيها رشة كده بس تحلي الطبق اكتر ما هو حلو، يعني هو بصراحة تحفة. بس خلصنا بقى النهاردة سفرتنا، ويا رب تكون فكرة حلوة الغدا ليكو، تغيير وحاجة جديدة، وبصراحة كله طلع تحفة. بصوا جوزي اول ما شاف البطاطس دي قال لي ده خرشوف ده ولا ايه؟ والله شكله زي خرشوف، صح؟ خرشوف بالبشاميل. خرشوف بالبشاميل. خفيفة جدا وتحفة، يعني مش تقولي مثلا لا فيها كريمة وبطاطس وكده، والله العظيم خفيفة، اخف من بتاعة الصلصة. وبصي كده لما تقدميها للضيوف كل واحد يشيل القطعة بتاعته، اصلا منظرها تحفة على السفرة، شيك جدا. هما يحسبوها خرشوف برضو، بس هما لما يدوها يلاقوها بطاطس دايبة دوب بقى، تحفة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة، ولو الفيديو عجبكم بقى اعملوا لايك. ندوق الرز بقى، احلى فقرة بستناها، فقرة ان انتي تدوقي. يا سيدي يا سيدي، طعم خطير. الفراخ دايبه دايبه، جوسي قوي الفراخ وطريه جدا، تحفه. عاملين دوشه حلوه حلوه يعني بصراحه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك
ولو ما عجبكوش اعملوا لايك برضو. ماشي، يلا اشوفكم مرة تانية في وصفة تانية. باي.